سعيد جدا بأن أحضر لهذا المؤتمر، وسعيد أكثر بالحديث عن شخصية ابن بطوطة. عنونت مداخلتي عظمة الصين كما تمثلها ابن بطوطة. لقد حيرت شخصية ابن بطوطة بطبع الإشكالي الباحثين وما تزال، وينطبق الأمر نفسه على رحلته تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، بما تطرحه من إشكالات عويصة تغني البحث في شخصيته وفي رحلته. ومن أبرز هذه الإشكالات اخترنا الحديث عن بلاد الصين كما تمثلها ابن بطوطة في القسم الذي خصصه لها من رحلته. ارتأينا الانطلاق من منطوق النص على أساس النظر إلى النص الرحلي على أنه قراءة للعالم. والسؤال الذي يطرح نفسه علينا ونحن نبحث عن تمثل ابن بطوطة للصين هو: كيف تمثل ابن بطوطة الصين انطلاقا من منطوق نصه الرحلي كما وصلنا؟ هل هذا التمثل واع أم غير واع؟ هل يتوافق التمثل مع مسبقات ثقافته المنطلق أم يخرج عن نسقها؟ هل هذا التمثل وليد انطباع جزئي أم أنه تمثل مبني على مجموعة من المقومات فصلها ابن بطوطة على طول حديثه عن بلاد الصين؟ وكيف فسر منطوق النص هذا التمثل؟ أو ما هي الأسس المسكوت عنها التي بنى عليها هذا التمثل؟ تمثل ابن بطوطة للصين على الرغم من الطابع المختصر لحديث ابن بطوطة عن الصين، إلا أنه استطاع أن يقدم لنا قراءة عامة عن الصين كما تمثلها، تراوحت بين النفور والإعجاب، لكن المثير للانتباه من خلال القراءة المتمعنة لهذه الرحلة تؤكد لنا هيمنة الإعجاب على النفور، على الرغم من أن ابن بطوطة اعتبر الصين بلاد الكفار، فلم يمتثل كليا للتعاليم القبلية لثقافته في النظر إلى الآخر غير المسلم، بل وجدناه قد أشاد بالصين وشهد على جوانب إيجابية فيها وأثنى عليها انسجاما مع خصوصية تميز النصوص الرحلية، وهي انتباه الرحالين لكل ما هو مختلف عند الآخر. والمثير هنا في حالة الصين هو أن جل المختلف سواء أكان طبيعيا أو ثقافيا حظي باستحسان ابن بطوطة، الأمر الذي دفعه بطريقة عفوية ولا واعية إلى أن يشيد بالصين في كثير من المواقف ويشدد على عظمتها التي تميزها عن غيرها من البلدان. حسب المعجم الفلسفي لأندري كونت سبونفيل، يفهم من العظمة الكمية بمعناها الإيجابي عكس الصغر، والعظمة هي صفة لما هو مهم بكيفه وكميته وعدده ونطاقه، وهي خاصية للظواهر الطبيعية التي يمكن قياسها وحسابها، ويتم التعبير عن قيمها المحتملة المختلفة باستخدام عدد، وعادة ما تكون مصحوبة بوحدة قياس وتتطلب الأفضلية في التقدير. يتحقق مفهوم العظمة في رحلة ابن بطوطة كما بسطناه أعلاه على المستويين الطبيعي والبشري، ويتمثل الأول في ما منحته الطبيعة لبلاد الصين دون غيرها، ويشمل الثاني ما أضافه الصينيون إلى المعطى الطبيعي وما أنتجوه وينفردون به أو يتفوقون به على غيرهم، وهو الجانب الذي نال حصة الأسد من إعجاب ابن بطوطة بعظمة الصين. أولا على المستوى الطبيعي، أبدى ابن بطوطة إعجابه باتساع الأراضي الصينية وكثرة خيراتها الطبيعية من حبوب وفواكه ومعادن وحيوانات، وبأنهارها وبكثرة قراها وبساتينها وأسواقها وعمارتها، والتي تتفوق بها على غيرها من البلدان كالهند ومصر والمغرب. وقد ظهر هذا في مجموعة من النصوص. الأول أكد فيه على اتساع بلاد الصين وكثرة خيراتها. الثاني
لفت فيه الانتباه إلى ضخامة ديوك دجاج وديوك وبيض الصين. على المستوى البشري تنوعت مظاهر العظمة كما تمثل ابن بطوطة في تلفيظ رحلته إلى بلاد الصين فيما أنتجه الصينيون، وهي ظواهر تواجه الوافد على بلاد الصين منذ الوهلة الأولى على عدة مستويات عمرانيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا. على المستوى العمراني نلاحظ أن ابن بطوطة في حديثه عن مجموعة من المدن الصينية يقتصد في وصفها، موظفا صفات تنخرط في تمثل العظمة في صفتي عظيمة وكبيرة. يصف مدينة زيتون بالعظيمة، أما مدينة صين كلان فيصفها بالكبيرة، ويصف مدينة قنجنفو بالكبيرة. على المستوى الاقتصادي حظي هذا الجانب بحيز أكبر مقارنة مع الجوانب الأخرى، وقد شمل الزراعة والصناعة والتجارة، وتميز بحضور جملة من الصفات التي يشملها مفهوم العظمة كمن وكيفا: الكثير، عظيمة، كبيرة، أعظم، الإحكام، الإتقان إلى آخره. من ذلك كثرة المنتوجات الزراعية وتنوعها من سكر وأعناب وإجاص وبطيخ وقمح وعدس إلى آخره. كثرة الحرير التي يفسرها بوجود الدود الذي ينتجه. تميز الصينيين باستعمال العملة الورقية في بيعهم وشرائهم. عظمة مرسى مدينة زيتون الصينية، تفوق الصينيين في الصناعات وإتقانها، ولا سيما في التصوير الذي لا يجاريهم في إحكامه أي شعب من شعوب المعمور حسب تعبير ابن بطوطة. عظمة أسواق الصين التي تحمل منها السلع إلى بلدان أخرى كالهند واليمن. على المستوى الإداري عظمت الصين في تمثل ابن بطوطة من خلال مجموعة من الإجراءات الإدارية التي كان لها تأثير إيجابي على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لأهل البلد والوافدين عليه. وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي: أولا، محاربة الفساد من خلال إجراءات احتياطية تحمي التاجر وتشجع على ممارسة التجارة. توفير الأمن من خلال وضع حكام بالفنادق يضبطون أسماء من نزل بها ومن خرج منها، وتوفير حاجات المسافرين. استخدام الصور لإيقاف المجرمين والمخالفين للقانون. أيضا الخدمات الاجتماعية الكثيرة الموفرة للعميان وذوي الأمراض المزمنة من مسكن ومأكل وملبس وتطبيب إلى آخره. هكذا نجد أن ابن بطوطة بدا مفتونا بالصناعة والفنون الصينية وبأوراق الصينيين النقدية وبأسطولهم البحري وبجديتهم وباتساع البلاد وخيراتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وبازدهار تجارتها وصرامة نظامها. وحينما نجمعها نجد أنها تصب في اتجاه واحد، هو التأكيد على عظمة الصين، وهو ما يؤكد أن تمثل ابن بطوطة للصين لم يكن وليد انطباع جزئي، وإنما وليد إعجاب غير مباشر بمجموعة من المقومات الطبيعية والحضارية في الصين قام بعرضها ولو بشكل مختزل. النقطة الثانية: العوامل المتحكمة في تمثل ابن بطوطة للصين. نلاحظ أن قراءة ابن بطوطة للعالم الصيني باعتبارها تمثلا عبر عنه من خلال العظمة بشكل موجز وباقتصاد كبير كانت مشروطة بمجموعة من العوامل التي تحكمت فيها. ألف: الإيجاز. نظرا لاختلاف بلاد الصين عن باقي البلدان التي جابها ابن بطوطة من حيث المؤهلات المتوفرة في تلك البلدان والمتمثلة في وجود عدد كبير من المسلمين والمراكز والزوايا والمزارات والأولياء، كان مقام ابن بطوطة بالصين قصيرا، وانعكس ذلك على نصه الرحلي الذي نالت فيه بلاد الصين حيزا صغيرا مقارنة مع باقي أقسام الكتاب. يمكن أن نعزو هذا الإيجاز إلى الحالة النفسية التي كان عليها ابن بطوطة حين كان ببلاد الصين، والتي انعكست أيضا على نفسيته، وهو يملي تفاصيل تجربته على شريكه في التأليف ابن جزي، ولم يكن يشعر فيها بما كان يشعر به وهو في البلدان الأخرى. وربما
في هذه المرحلة من تقريره كان قد سئم الإملاء على ابن جزي الذي كان على حال من الاستعجال. المسألة الثانية انشداد ابن بطوطة لما هو مختلف. من مميزات النصوص الرحلية أنها تتضمن توجها دائما نحو الآخر ونحو ما هو مختلف، ونحو ما هو غريب عن ثقافة القائمين بفعلي الارتحال وتلفيظه، ويؤكد ذلك على تعطش الرحالين إلى التنوع والجدة وإلى إغراء كل ما هو آخر وكل ما هو غريب. نتج عن هذه الرغبة في المختلف لدى ابن بطوطة خفوت فعل الارتحال وتغييب الذات القائمة به مقابل إفساح المجال لانفعالاتها مع هذا المختلف، وتجلى ذلك في تراكم مجموعة من الصور الإيجابية الجزئية عن الصين على المستويين الطبيعي والثقافي تميز بلاد الصين عن غيرها، والتي حين نجمعها اعتمادا على مسوغ قوي وهو المعجم الموظف في التعبير عنها، نجد أنها تشكل نظرة الرحالة إلى الصين، والتي تمثلت فيما أسميناه تمثل العظمة الناتج عن انفعال ابن بطوطة مع صدمة الاختلاف الثقافي أمام العالم الصيني. ج. تضخيم الوصف. نلاحظ أن ابن بطوطة استجابة للتغطية على نقص المعلومات التي يتوفر عليها بخصوص بلاد الصين اعتمد أسلوب التضخيم في الوصف الذي يعبر عن التعظيم أعظم كثير لا يضاهيه من دون استعمال وحدات الحساب والقياس تمكنه من ضبط وتحديد درجة العظمة والكثرة، وذلك رغبة من ابن بطوطة في تبيان أفضلية بلاد الصين وتميزها بكثير من الخيرات الطبيعية وبالعديد من المنجزات البشرية التي تتفوق بها على غيرها من الأمم. دقيقة. النقطة الأخيرة النزوع إلى التركيب. تميز النص سيرا على نهج الرحالين في تركيب ملاحظاتهم ومشاهداتهم. نجد أن ابن بطوطة اختار تركيب كاستراتيجية لغوية تكتف الجديد وتحاول تلخيصه في عبارة موجزة وتغطي في نفس الآن على نقص معلوماته عما قدمه في رحلاته الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تركيب مجموعة من الأوصاف في حقل معجم واحد هو العظمة، والذي يؤكد ذلك هو قصر القسم الذي خصصه لبلاد الصين من رحلته مقارنة مع باقي البلدان التي جابها. خلاصة، هكذا نستنتج أن ابن بطوطة في قراءته للعالم الصيني تمثل بطريقة لا واعية بلاد الصين في صفات جامعة وهي العظمة، والتي فصلها من خلال مجموعة من التجليات التي تفسرها، وقد شملت ما منحته الطبيعة لبلاد الصين من مؤهلات وما أنجزه الصينيون على المستويين الثقافي والحضاري، وبينا العوامل التي تحكمت في الشكل الذي تم به تمثيل بلاد الصين، وهي اعتماد ابن بطوطة على مجموعة من الاستراتيجيات في الوصف تمثلت في الإيجاز والانشداد إلى المختلف وتضخيم الوصف والنزوع إلى التركيب